فنشكر ربنا يا سيدنا على أعمالك اللي بتزداد يوم بعد يوم زي الشجرة اللي بتثمر، وإحنا بنحس بيها ونعيش بيها وإلى منتهى الأعوام يا قداسة البابا. كنا أنا وسيدنا يعني متلازمين من سنة 1943 من سنة دخولنا الجامعة. أو اتعرفنا إزاي؟ أنا أول ما بندخل المحاضرة فأجي في المدرج والواحد يروح يحط شنطته، وكانت شنط زمان بوكس كده عاملة زي شنطة الحلاقين فحط الشنطة في مكاني عشان بعد أول ما يجي الأستاذ يقرب يدخل نطلع نجري نقعد في مكاننا. فحطيت شنطتي وطلعت بره. لما لقيت الأستاذ دخلت لقيت شنطتي مرمية في الأرض. إيه ده يا رب ده؟ مين اللي رماها؟ بصيت بغيظ كده لقيت طالب بيبص ويضحك. رحت له بمنتهى الغيظ. قال لي ما تزعلش، أنا شايفك جاي من الصعيد وغلبان، فأنا حبيت أتعرف عليك عشان إيه؟ قال ومكانك محفوظ، وقعدني جنبه. من يومها لم نفترق. حصل نبوتين تقريبا أنا قلتهم لأنبا شنودة لنظير، قلتهم لنظير. يعني لو كنت في العهد القديم يمكن كان عملوا سفر اسمه سفر النبي فايز. ايه هم؟ كانوا عملوا سفر اسمه سفر النبي فايز. ايه هم دول؟ كنت في مرة واقف بحلق دقني ونظير قاعد جنبي بيقرأ، فقلت له يا نظير يا شيخ، الواحد مضايقاه قوي حكايه حلاقه الدقن دي، كل يوم والتاني الواحد يقف الوقفه دي، ما فيش حاجه الواحد يتم بيها وشه ودقنه ما تطلعش. قال لي انت اسعد حالا مني. قلت له ليه؟ قال لي انا احلق ناحيه واحلق الناحيه التانيه، على ما اخلص التانيه الاقي الاولانيه طلعت. فادي النبوه الاولى. قلت له ابسط، انت مرشح للكهنوت بالشرف بالظبط. وفعلا تدرج نظير في كل سلك الكهنوت لغايه ما اصبح قداسه البابا شنودة. دي النبوه الاولى. النبوه الثانيه، النبوه الثانيه والاخيره. لا ده لسه يا ابني ما عندناش وقت لكل ده، ما عندناش وقت. النبوة الثانية، فمرة ماشيين في شارع شبرا، الكلام ده كان حوالي سنة 1944. في ذلك الوقت كانت طالعة موضة فساتين ستات اسمها جابونيز، اللي هو قصير قوي ومن غير كمام. فاتنين جايين في وشنا كده واحنا ماشيين في شارع شبرا، راح نظير خبى عينيه، وانا كنت عايز اغمض زيه بس خفت. بس بعد ما عدوا قلت له فتح، العاصفة مرت بسلام. لما فتح قلت له ايه رأيك انت بالشرف زي ما بقول لكم بالنص؟ قلت له انت يظهر هتبقى بطرك ونبوسوا ايدك. الكلام ده كان سنة 1944. يبقى استاهل سفر اسمه سفر النبي فايز ولا قداسة البابا، الشعب كله بيحبك، الشعب بيحبك ويريدك. غرست فيه الإيمان والطهر. مكتوب في الورق، مكتوبة في الورق. قول غيرها. طيب ايه تاني؟
بعلمك أفحمت كل معارض، وبحكمتك حولت العدو صديقة، نزعت أشواك الكر وزرعت بذور المحبة. حد ينكر دي الحقيقة؟ الشعب كله بيحبك، انتهى مش الوقت. قادر يفرقك دقيقة. زرعت فيه الإيمان والطهر. حد ينكر دي الحقيقة؟ الوقت يا فايز. أيوة، حاضر سيدنا. ما كنت اديتني الورقة كنت قلتهم مرة. ايه تاني؟ ده واحنا في الكلية كان السبب في اني سقطت وعدت سنة. حاولت اغش، قال لا يمكن. يا عمي انت مش اللي هتغششني، ده هيغششني يسري، انت مالك؟ قال ابدا، بدم قلت قدامي ان حاولت تفكر تطلع تروح دورة المية عشان تجيب ورقة الإجابة هبلغ عنك وتترفد 2 سنين. فعلا سمعت كلامه وقعدت وسقطت. نجحت ايه؟ حللت شخصك كيماوي، طلعت لي فيه مادة دقيقة، زرعت منها تقاوي، طرحت محبة وعواطف رقيقة. الشعب كله بيحبك، مش قادر يفرقك دقيقة، زرعت فيه الإيمان والطهر. حد ينكر دي الحقيقة؟ استنى تاني. في حتة أكمل فرنساوي. كان في مرة دخل عندي، كنت أنا ساكن عند مدام شامية، واحدة ست جريجية، بس هي كانت ست كبيرة ومعتبرانا زي أولادها. كنا 3 طلبة ساكنين عندها، كانت هي اللي بتأكلنا، إنما الشاي والقهوة بتاعنا كان كل واحد الشاي والقهوة بتاعته في دولابه. فأنا في أبص كل يوم والتاني ألاقي الشاي بتاعي بينقص. يا مدام أنت بتسرقي من الشاي بتاعي. قالت لي أبدا. قلت لها إيه، لابد أعرف منها، ما أمكنش. فرحت عملت إيه، أجيب علبة الشاي وأحط عليها فرفوتة شاي من فوق وشايلها في الدولاب. هي مش هتشوفها، تيجي هي تفتح الغطا وتاخد الشاي، اجي انا ابص في العلبه الاقي على الغطا ما فيش البتاع ده، هو اقول لها انت فتحت العلبه وانا كنت معلمها. داخل نظير وشايفنا احنا بنتخانق، قال لي ايه الحكايه؟ قلت له بتسرق الشاي. قال لي عرفت ازاي؟ قلت له بحط فرفوتة شاي على العلبه من فوق ما بلاقيهاش. قال لي يا اخي دي طريقه ما افتكرش العفاريت لسه عرفوها. وكنا باستمرار في ضحك ومرح مع بعضينا. كنت ايه، في مره كان في فيلم اسمه جان وذ ذا ويند، ذهب مع الريح، وده كان فيلم طويل 3 ساعات. رحت السينما وهي دايما المدام عامله زي امنا، فحرصانه يعني، وتقف جنب الباب من جوه، كل واحد فينا يخبط تفتح له وتشوفه جه الساعه كام، واللي اتاخر تبلغ اهله. ففي يوم انا رحت الفيلم ده ورجعت متاخر الساعه 12 بالليل. قالت لي فايز. ايوه يا مدام. كنت فين؟ قلت لها كنت عند نظير بنذاكر يا مدام، وخدنا الوقت في المذاكره ما خدناش بالنا اتاخرت. قالت لي لا مش ما صدقكش. قلت لها احلف لك على الانجيل، وطلعت جري جبت لها قاموس انجليزي فرنساوي قد كده.
وحطيته قلت له حياة هذا الكتاب أنا كنت عند نظير. تقولش اللي أنا وحشته قوي، تاني يوم أبص ألاقيه جاي. نظير فايز كان عندك امبارح؟ قال لها ما شفتوش لي يومين يا مدام. يا مش ده بحلف على الانجيل. قال وريني الانجيل ده. قال لي اشمعنى يعني اخترت لها ده؟ قلت له عشان ده فرنساوي وهي ما تعرفش فرنساوي. مش